تراجع مستوى الأهلي وسوء أدائه وسوء نتائجه بسبب غياب إمام عاشور ده كلام فارغ. عمر ما لعيب بيأثر في الأهلي. المشكلة الأساسية يا جماعة الخير اللي عايز يعرف واللي عايز يفهم واللي عايز يعالج مشاكل الأهلي هي في كثرة اللعيبة اللي الأهلي بتعاقد معاها 10 صفقات في الصيف و5 و6 صفقات في الشتاء، ولاعيبة راحة ولاعيبة جاية، ومشكلة كبيرة للمدرب مش عارف يستقر على تشكيل، وده اللي كان بيواجه ريبيرو واللي بيواجه يستروب دلوقتي. طول عمرنا كنا عارفين التشكيل الأساسي والاحتياطي للأهلي، والقوام الأساسي للفريق كان بيقعد 5 و6 سنين، علشان كده كان بيجي أي مدرب ياخد معاهم بطولات زي ما حصل مع محمد يوسف، وكان مدرب شاب مسك الأهلي وخد معاهم بطولة أفريقيا. المشكلة الأساسية في عدم تثبيت التشكيل وعدم تحقيق الانسجام. ثبتوا التشكيل يتحقق الانسجام، تفوزوا بالمباريات وتكسبوا البطولات.